يا مساء الخير والهنا والسعادة على حبايب قلبي وعلى أحلى متابعين في الدنيا. أهلا بيكم في قناتي مع أسماء فودة. يلا النهاردة هنعمل صينية بطاطس وعلى صوابع كده كفتة وخضار سوتيه. هنعملها مع بعض كده في الفرن، وأقول لكم إن شاء الله على الطريقة الصح بتاعتها، وأقول لكم نقطع الخضار عليها إزاي ونحط عليها الكفتة إزاي بالطريقة الصح. يلا كده نشوف هنعملها مع بعض إزاي. أول حاجة جبت بطاطس حوالي 3 أو 4 بطاطسات، يعني متوسطين. لو عندك مثلا بطاطس كبيرة هيبقى 2 بس. طبعا قطعتهم وغسلتهم كويس قوي ورصيتهم كده في الصينيه من تحت. بعد كده ما بقطع البطاطس كده قطع صغيره او حسب طبعا الشكل اللي انت حباه، ممكن نقطعها مدوره او مستديره. انا مقطعها برضو كده كنت مقطعها مدوره في الاول، وبعد كده قسمتها على 2 عشان تبقى، انا بحب القطع صغيره. بروح حط عليها برضو عشان ما تبقاش دلع وبيعمل لها نكهه حلوه. التوابل طبعا بتاعتي رشيت كده ملح بسيط عشان ما تبقاش برضو معايا البطاطس دلع في الاخر، وحطيت بهارات وفلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده. هقطع بقى عليها دلوقتي الخضار اللي معايا، طماطم وفلفل. بعد كده زي ما انتم شايفين معايا قطعت طبعا عليها، طبعا حطيت توابل ملح وبهارات فلفل اسمر عشان يدي نكهه حلوه وطعم حلو للبطاطس وما تبقاش البطاطس دلع معايا. بعد كده رحت مخرطه الخضار اللي انا حباه. انا خرطت هنا طماطم زي ما انتم شايفين، ومخرطه فلفل، حتى فلفل سبايسي للي عايز، يعني اللي بيحبها سبايسي. مش بتحبها سبايسي خلاص ما فيش اي مشكله، بنقطع اللي هو الفلفل الرومي اللي ما بيبقاش حراق او بيبقى سبايسي. انا كده قطعت الخضار معاها. شايفين ما شاء الله هي اصلا شكلها يفتح النفس والله وهي نيه كده. هبدا بقى اللي انا اصبع عليها الكفته دلوقتي. ودلوقتي انا صبعت الكفته بتاعتي كلها، كان عندي حوالي كيلو الا ربع لحمه مفرومه. عملت لي الكميه دي. طبعا انا برضو مكبره الصوابع شويه او متخنها شويه، علشان برضو هي بتبقى فيها نسبه دهون وبتكش معايا وهي بتستوي، بتحس ان هي اتكشت برضو شويه، مش بتبقى برضو بنفس حجمها اللي انا كنت عاملاها بيه، فهي بتكش معايا شويه. فانا بعمل حساب كده وانا بعمل الصوابع الكفته. زي ما انتم شايفين كده في الصينيه من تحت بطاطس، حط عليها ملح بهارات فلفل اسمر، حاجه بسيطه كده بس عشان البطاطس ما تبقاش دلعه معايا. مقطعه عليها خضار سوتيه، طماطم فلفل اي خضار انت حباه. وبعد كده بروح مصبعه الكفته، بتبقى هي الرق اللي هو اللي فوق، والبطاطس طبعا الرق اللي تحت، والخضار ما في النص ما بين البطاطس وما بين صوابع الكفته. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله شكلها والله فعلا يفتح النفس. عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا، لازم احط فيها يعني نص كوبايه ميه او كوبايه ميه صغيره في الصينيه من تحت عشان ما تحرقش معايا. برضو عايزه تحطيها على عين البوتاجاز من فوق ماشي شغال، عايزه مثلا نحطها في الفرن على الصاجه اللي هي تحت نحطها من تحت كده ونخلي النار وسط، برضو هتبقى كويسه جدا معايا. وانا هوريكم ان شاء الله درجه حراره متوسطه، ما تعلاش عن كده برضو عشان البطاطس برضو حساسه. وزي ما قلت لكم ما تنسوش الميه اللي احنا بنحطها من تحت عشان تبقى البطاطس مستويه معايا كويس. تمام، تبقى البطاطس مستويه معايا كويس والكفته برضو مستويه، وتاخد برضو وقتها في سواها وكده، وما تستعجلش عليها، وان شاء الله تبقى احلى صينيه بطاطس او احلى صينيه كفته بالبطاطس وبالخضار. ولو بتشوفوني بقى لحد دلوقتي وموجودين معايا على الفيديو، يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. يا ريت ما تنسونيش بقى بالتعليقات وباللايكات كده الحلوه وبالتعليقات الحلوه اللي دايما بتحفزني، وكلنا نصلي على سيدنا محمد في التعليقات عليه افضل الصلاه والسلام. وشجعوني كده اللي انا اعمل لكم ان شاء الله فيديوهات كتيره، واعملوا شير طبعا للفيديو عشان الكل يستفاد واكبر عدد يستفاد ان شاء الله، وتشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات جديده ووصفات جديده. يلا كده هنسويها مع بعض طبعا على درجه حراره متوسطه زي ما قلت لكم. نحطها في الفرن من تحت شويه مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه نسبه الميه اللي هنحطها في الصينيه حوالي نص كوبايه ميه او كوبايه ميه صغيره، عشان البطاطس بعد كده تبقى مستويه معايا، ما يبقاش فيها حته مستويه وحته نيه، يبقى كلها واخده سوا واحد. وان شاء الله تاكلوا احلى صينيه كفته بالبطاطس وبالخضار. جربوها كده وقولوا لي ان شاء الله رايكم برضو في التعليقات. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا يا رب. شايفين بعد ما طلعناه من الفرن ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا يا رب اللي هياكلوها. جربوها وقولوا رايكم في التعليقات. زي ما قلت لكم انا دخلتها الفرن محطاش على العين من فوق. جربوها ان شاء الله وهتعجبكم جدا، واكتبوا لي رايكم في التعليقات. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير.